السلام عليكم خوتي خياتي، ان شاء الله تكونوا لاباس. مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله راح ندير طبيخه تاع الفول مع الجلبانه مع القرنون. عندي هنا الفول، نقيته غسلته وقسمته بهذا الشكل هكا. درت له شويه تاع الماء ونحطه يغلي على خاطر باش ما يكحليش لاصوص، باش لاصوص تجي صافيه ما تجيش كحله. عندي هنا الجلبانه، عندي القزبر، عندي حبه تاع البصل الصغيره، عندي هنا 5 ولا 6 فصوص تاع الثوم، عندي مغرف تاع طوماطيش، وعندي هنا القرنون كيف نقيته وغسلته. عندي الملح والفلفل الكحل وفلفل عكري. نروح نحط الفول ونرحي البصل مع الثوم مع هذا التوابل، نرحيهم ونعاود نولي. نبدا ندير اللاصوص. عندي هنا الزيت، ندير شويه تاع الزيت، ندير هذاك البصل والثوم مع التوابل هذوك اللي رحيتهم. نزيد لهم مغرف صغيره تاع راس الحانوت، نسيتها من قبل. نزيد لهم مغرف تاع طوماطيش مصبره، نخليهم يتخلاو مع بعضهم. نزيد لها هنا الجلبانه، نزيد لها الفول، هذاك الفول اللي غليوه واحد دقيقه برك، غير نحلو هذيك الكحوليه صاي. خلطهم مع بعضهم هكا. ونخليهم يتقلاو مليح، ومن بعد باش نمرقهم. درك نمرقها. نغلق عليها ونخليها تطيب. زيد لها هذاك القرنون، نغلق عليها ونخليها تكمل الطياب تاعها. بعد ما طابت ندير لها شويه تاع القزبر من الفوق هكا ونطفي عليها. هذه هي الطبيخه تاع نهار اليوم، نقدموها مع القارص. نزيدوا لها شويه قزبر من الفوق هكا. ونتمنى الوصفه تكون عجبتكم. نتلاقاو في وصفه واحده اخرى، مع السلامه.